صباح الخير على الجميع. ده نموذج للتقليم. احنا دلوقتي في اخر شهر 12، وده منظر النبات قبل ما يخش على موسم الشتوي. زي ما احنا اتفقنا مع بعض قبل كده ان اهم حاجة دخول النبات بتاعنا على موسم الشتاء، لان هو يعتبر في مصر اصعب حاجة للدراجون هو دخلة الشتاء اللي احنا داخلين عليها ديت، وخصوصا لو كان جه برد قارس. ده بيزعل النبات كتير ويبتدي اللون عندنا. يعني لو بصينا لبعض النباتات اللي كان فيها عندها مشاكل في الجذور او حاجة زي كده، بص اللون هنا مختلف. طبعا دي لما يخش الشتاء ووضع النبات بالوضع ده، طبعا الشجرة اللي زي كده هتزعل جامد. اما لما يكون نبات عندنا بالمنظر دوت، ده بيقدر يستحمل معانا، مع طبعا شوية الحاجات اللي بنعملها قبل دخول الشتاء علشان خاطر نحمي النبات. طيب الهدف من الفيديو ده ايه؟ الهدف من الفيديو دوت ان احنا نبتدي نتكلم شوية على برامج الشتاء اللي الناس كلها بتسألني عليها، ازاي احمي النبات بتاعي من دخلة الصقيع ومن دخلة الامطار والكلام ده. طب ايه المشاكل اللي بتقابلنا؟ اول مشكلة بتقابلنا في الدراجون هي مشكلة ظهور الصدى، اللي بيبتدي يمص في العصارة أو بيمنع الكلوروفيل، فالنبات يتحول من اللون الأخضر الجميل دوت للون الأصفر، وبعد الأصفر يقلب بدايباك، وبعد الدايباك يقلب بموت الدراع. وممكن يسبب في الآخر إن النبات ذات نفسه كله ينهار مننا وما يقدرش يجدد تاني. وحتى لو جدد بيبقى الموسم بتاع التزهير والعقد والكلام ده فات مننا، فكل دي خسارة للسنين اللي احنا اشتغلنا عليها وصلنا للمرحلة دي. طيب ازاي بقى نقي دوت؟ اول حاجة لازم نشتغل على برنامج فطري وقائي. ما نستناش لما المرض يظهر عندنا ونشتغل، لا نشتغل. يعني دلوقتي لو بصينا على النبات اللي قصادنا مفهوش اي بقع، مفهوش اي مشاكل خالص، فمعنى كده ان انا خلاص تمام كده واسكت؟ لا، ابتدي اشتغل على برنامج فطري وقائي. ارش نحاس من فوق، احط كبريتات من تحت. لازم مادة النحاس تخش للنبات بعناية كويسة جدا، علشان خاطر دوت بيعمل زي نوع من أنواع التطهير أو نوع من أنواع البلزمة من الفطريات بصفة عامة، أو وقاية من الفطريات بصفة عامة. دي أول حاجة معانا. تاني حاجة لازما أكتر حاجة تشجع الفطريات زيادة الرطوبة. فاحنا ما نجيش في الشتاء ونروح مزودين مية أو نستمر على نفس برنامج الري بتاعنا، فنعمل محتوى رطوبي محترم، فالفطريات تبتدي تنشط عندي. فالأهم من إن أنا أعالج السبب إن أنا أمنع السبب ذات نفسي. فطريات تحب الرطوبة، يبقى أنا أقلل الرطوبة. وكده كده في الشتاء أنت مش محتاج كمية المية، فاحنا نبتدي نقلل المية. يعني في الأراضي الرملية الري ممكن يكون كل أسبوع، مفيش مشكلة. الري ممكن يوصل لحد 10 أيام، مفيش مشكلة خلاص. ولما بروي بكميات مش كبيرة، برمي على كميات قليلة، علشان خاطر يعني ممكن في ال10 أيام أروي مرتين، كل مرة نص ساعة مثلا ولا حاجة، بحيث ان انا ادي المحتوى المية اللي عايزاه النبات في الفترة ديت، وفي نفس الوقت ما سيبش مية باينة على سطح التربة او مية راقدة تشجع لي نمو الفطريات وتخلي لي الجو رطب عالي. رطوبة عالية هتعمل لي فطريات كتير. ديت اهم البنود للوقاية من الفطريات. دي اول حاجة بتقابلنا معاها. لا قدر الله لو ظهرت عندي بقى الإصابة، ببتدي أتعالج بقى بمبيد فطري جهازي على طول. مع أول ظهور لأول علامة ابتدي أخش على طول أرش فطري جهازي عشان يبتدي يتعامل. أهم حاجة لما تظهر الإصابة إن البني آدم يتعامل على طول، ما يستناش ويهمل فيها لما تبقى وباء. في فرق بين إصابة وفي فرق بين وباء. وباء صعب الوقاية أو صعب إن أنا أقدر أعالجه، أما لو بداية إصابة فسهل إن أنا ألمها في الأول. بلس ان الجزء اللي اتصاب عندي لو اصابة جامدة لازم يتشال ويتطهر ويطلع بره المكان خالص، علشان ده الفطريات بصفة عامة بتبقى معدية، فوجوده مش حاجة كويسة في المكان، فيفضل ان هو يخرج بره المكان خالص. فكده احنا عملنا برنامج الوقاية بتاعي. نيجي بقى لموضوع البرد. احنا محتاجين نرش حاجات تساعد النبات على الحماية من تأثير البرودة. رشاته زي رشات أي نبات عادي. أي نبات عندك بيبقى متأثر بالبرودة، بنبتدي نرش رشات بتحمي النبات من بره، بتعمل زي نوع من أنواع السكرينة على النبات عشان لما ينزل الصقيع ما يأثرش على النبات. ومن أشهر المركبات في الكلام دوت اللي هي السلكات. فرشة سلكات في الوقت اللي احنا فيه دي
هتبقى كويسة جدا، بتعمل على نوع من انواع الوقاية من تأثير البرد. فكده احنا عملنا برنامج للفطريات وعملنا برنامج للبرد، بحيث ان احنا نعدي موسم الشتاء كويس. مع الري ممكن برضو نحط شوية أحماض زي حمض الفوسفوريك، ده بيساعد على تدفئة الجذور. ممكن نشتغل خدمة شتوية برضو، دي بتساعد على تدفئة الجذور، وفي نفس الوقت المواد العضوية ديت مهمة جدا في الموسم بتاعنا، هنحتاجها كويس جدا. فدي من أول دلوقتي ممكن نبتدي، اللي عايز يسبخ معاه من دلوقتي لحد شهر واحد ممكن يبدأ في دورة التسبيخ بتاعنا. أما دلوقتي ما فيش، المفروض التقليم الشتوية خلصت، ما حدش هيمد إيده على النباتات خلاص لحد الفترة بتاعت بداية الربيع. بيبقى في تقليمة تانية اللي هي تقليمة الصيف، وديت برضه هنصورها ونبعتها لكم عشان الناس كلها يبقى عندها علم بالموضوع. وبكده يبقى قدرنا نعدي النبات بتاعنا من فصل الشتاء من غير مشاكل. وهنتابع مع بعض من دلوقتي لحد شهر واحد إن شاء الله في سلسلة فيديوهات ورا بعضيها تأثير الصقيع، والبرنامج اللي احنا عاملينه ازاي النبات قدر يعدي من الصقيع، ولو ظهرت لا قدر الله اي مشكلة ازاي بنتلافاها وبنطلعها، بحيث ان انا اوصل معاكم في الفيديوهات لحد موسم الربيع ان النبات طلع بنفس المنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي. شكرا.